مرحبا، أنا مصورة لبنى عرفان، وهواية تجيني أسئلة عن شنو المعدات والكاميرا اللي أستخدمها بالتصوير. طبعا البودي الرئيسي اللي أستخدمه هو ال6D. من ميزة هذه الكاميرا إنه هي سنسر مالتها فول فريم، إضافة إنه وزنها جدا خفيف، يعني أنا كبنية أفضلها بالتصوير لأنه ال5D أيضا فول فريم بس ثقيلة علي. الكاميرا الثانية اللي أستخدمها هي 60D، أيضا كانون. تعرفون هواية بالتصوير نحتاج نبدل بالعدسات، فمرات ماكو وقت، فأني أكون أصلا مركبة العدسة اللي أريدها على الكاميرا الثانية، فأبادل بين الكاميرتين. الجنطة اللي استخدمها بالتصوير هي هاي الجنطة اللي تشوفوها كلش كبيرة، والاشياء اللي تنحط بها كلش دسمة، مثل هاي التفاحة، لا ما عليكم بها، هاي من اجوا اكلها. ننتقل للعدسات اللي استخدمها. اول عدسة واهم عدسة عندي هي ال50 ملم 1.8. طبعا هاي العدسة جديدة اشتريتها، كنت اشتغل على هاي. طوروها هواية بحيث صارت الفوكس مالتها اسرع، ادائها احلى، واضافة انه ان المعدن مالتها صار حديد، بينما كانت قبل بلاستيك وعرضة للكسر اكثر. انا انكسرت هاي عندي. استخدمها بتصوير بيوتي شوت. ثاني عدسة استخدمها اللي اتوقع اغلبية المصورين يستخدموها، اللي هي 70 200. الفتحة مالتها 4، تنطيني أكثر حرية بما أنه بيها زوم أكثر من ال50 لأن برايم، وتصويرها كلش حلو للبورتريه. ثالث عدسة استخدمها اللي هي سيجما ال 816. هاي العدسة سوبر وايد. هاي العدسة استخدمها بس ويا ال 60D، لأنه إذا نركبها على الكاميرات الفول فريم راح تنطينا الحواف سود بالصورة، فاستخدمها بس ويا الكروب فريم. العدسة الأخرى استخدمها اللي هي 1635، اللي هي هسه مصطفى دا يصورني بيها، فما موجودة هنا ويا العدسات. ميزة هاي العدسة إنه شر مالتها كلش قوي وألوانها كلش حلوة. اما الفلاشات اللي استخدمها بالتصوير فهي هذا الفلاش اللي هو 600 القوه مالته، واستخدم وياه هذه الامبريلا. هاي الامبريلا شوفوها. واحيانا استخدم السبيد لايت، هذا اللي يتركب مباشرة على الكاميرا. مرات يصير عندنا ايفنتات او تصوير بقاعة او تصوير بحفلة مثلا، فاحتاج انه يعني التصوير سريع، لازم اتنقل من مكان لمكان، هواية ناس، فمو ممكن انه استخدم الفلاش الثقيل وياي او اشيله بعدة اماكن، واستخدم وياه الوايرلس تريجر اللي ممكن انه ما اركبه على الكاميرا، ممكن انه اخلي هذا الوايرلس على الكاميرا والثاني بالفلاش، واصور من بعيد، يعني ممكن انه شخص يلزم لي اياه واني الزمه او استخدمه. اخر شيء اني استخدمه بالتصوير هو هذا الباتري. طبعا هذا الباتري ميزته انه بثلاثه اوتبوت، يعني اقدر استخدم 3 فلاشات بنفس الوقت. صحيح هو شويه سعره غالي بس اداءه كلش حلو. اخر شيء اريد اقول لكم نصيحه مهمه، هي اثناء التصوير لازم يصير وياكم باتري اضافي ورام اضافي، لانه للضروره كل شيء يصير، انه ممكن يخلص الباتري مالتك او تكون انت مشاحنه ما منتبه، والرام ايضا ممكن يقبض او ينضرب، وهواي تصير هاي الحاله ادري بيها، فاخذوا وياكم احتياط حتى لا تتورطون يوم العمل. بالنهاية أحب أشكر كل من تابعني، وإذا عندكم أسئلة أخرى كتبوها بالكومنتات أرجع أجاوبكم عليها، ولا تنسون السبسكرايب. مع السلامة.